هكذا هو حال سوق الماشية بالعيون أو ما يسمى برحيبة الغنم أياما قبل عيد الأضحى المبارك. عرض وفير وإقبال قليل، والسبب غلاء الأغنام. قمنا بجولة داخل السوق فاستسقينا بعض الآراء. أنا اللي جاي نشتري. ايوه اللي لباس والله الكبش اللي بثمنه، والله اللي بثمنه، والرخلة حتى هي بثمنها، وحتى ايوه لباس الحمد لله. اللي لباس والله اللي تبارك الله. احنا هذا اللي شفناه كامل ما شاء الله عنه تبارك الله. ايوه احمدنا مولانا وشكرناه. اللي لباس حد بفضته، اللي شاري او حد مسكين الدرويش والله اللي صعب عليه الوقت. والبياع اللي نقول لهم لا لبقوا شوي مع الناس، راهو لكم الحال واعر، الشهر ما فات الحق، واللي قاع مسكين ما يتخلص قاعش لا يعدل. الا مولانا يدير تويل الخير لهاو الناس، ونتمناو الخير للجميع. والحمد لله عنها يا زايد 4000 ناقص 4000، هذا هو قاع السوق ان شاء الله. نعم سيدي الاثمنه مزيانه والثمن مناسب. كل عام هذا الثمن كنبيعوا به صحيح. الكبش كاين 74، كاين 76، كاين 60 ما مقد حتى 54. الأغنام فيها ثمن ما هو غالي ما هو رخيص. الأغنام كل واحد جابر ثمن غايته. كاين 30، كاين 36، كاين 26، كل واحد يلود العيدو على حسب قياسه. الثمن دابا عندك شي على حسب المواطنين، كاين اللي كاين 80، كاين 60، كاين 70، كاين 50، كاين حتى الى 20. داكشي على شويه الناس شويه مازال الحركه باقي شويه واقفه. والبيع مولي ما فات خلق، ما فات خلق البيع. الرجلي خالق اللي ما عنده من يدير راس وما عنده حوش ويقول لي يبقى نهار العيد ياك يشري، وخالق اللي يدور حيه يطيح شوي عن ثمنها. الكسابة أجمعوا على أن حركة البيع لم تشهد ارتفاعا بعد، فيما المواطنون ينتظرون يوما أو يومين قبل حلول العيد في انتظار نزول الأسعار. لكن البعض اختار اغتناء الأضحية مخافة الازدحام. سخر سمعت اللهم كم بعتوا؟ 3500 درهم. هي 1500 30000. السعر بالنسبه لك كان او بالنسبه لي انا صراحه ثمن مناسب، ما هو كي العمال الفايته صراحه. عاد يطلع لمشاهدة المزيد من البرامج والفيديوهات ندعوكم للاشتراك بقناتنا باليوتيوب، كما ندعوكم لزيارة موقعنا صحراء بوست تي في لمتابعة جديد القناة، وللتواصل معنا عبر حسابنا الخاص بمواقع التواصل الاجتماعي.